الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قبل ما يجون الشباب نتباحث في مسائل فقهية اللي عنده يعني أسئلة، عنده استفسارات. أستاذ معتز شلونك يعني؟ شلون صح؟ يا أستاذ معتز يا مرحبا. أنا قلت هنا على متى أسمع. إيه عيني. الله يحفظك. أحد عنده أسئلة، شيء استفسارات؟ يعني ما حد كل ما عندكم سؤال يعني مو أجاوبكم عليه، نتباحث بين من جوانب معينة. ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة طلب العلم كما قال صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فريضة مفروض عليه، حتم، إلزام، هو العلم الذي لا يستغني أحد عنه، اللي يمارس المسلم في حياته اليوميا من عبادات تحتاج إلى تعلم، تحتاج إلى علم. الله تبارك وتعالى لا يعبد على جهل. معرفة الله تبارك وتعالى أول فرض فرضه الله على المسلمين، أن تعرف الله على علم، أن تعبد الله على علم. قال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله تبارك وتعالى لا يعبد على جهل، لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لازم أنت تعرف شلون تتوضأ، لازم تعرف شلون تصلي، شلون تصوم، شنو نواقض الوضوء، شنو نواقض مبطلات الصلاة، شنو مبطلات الصوم، شنو الزكاة، شنو مبطلات الزكاة. هذه الأمور اللي يحتاجها المسلم في حياته. أنا ما أتكلم عن طلبة العلم، أنا أتكلم عن جميع الناس. لا يعذر أحد الآن بالجهل، لا يعذر، لأن المساجد مفتوحة، طلبة العلم والمدرسون موجودون في كل مكان، في كل مكان، وين ما تروح في جامعة أكو دروس علمية وطلبة علم. فلا يعذر أحد مهما كبر سنه، مهما عمره 80 سنة وجب عليه أن يطلب العلم. الشيخ حمزة رحمة الله عليه عمره 22 سنة أو 23 سنة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. الشيخ عبد الملك السعدي الله يحفظه يقول جبناه عمال عندنا يفلشون وجاي يصبغون تشينكوات أو شيلمانات، وكان معهم شيخ حمزة عامل كل شيء ما يعرف. فمن شاف حب الشغلة ودخل ويانا هو لا يعرف أن يقرأ ولا يكتب، لأنه صدق في طلبه، صدق في همته. الله سبحانه وتعالى فتح عليه في العلوم الشرعية كلها، وأصبح شيخ حمزة مفتي الفلوجة ومفتي من مفتي العراق. أنا أحث فضيلة الشيخ شاكر وشيخ رافع وحث نفسي قبل ذلك أنه الاعتناء بالعلوم الشرعية، بالدروس العلوم الشرعية. أنا أعرف الناس مشغولة، بس أنا ودرس واحد بالأسبوع فقه ما يغني، درسين ربما ما يغنن، خاصة بالليل الشباب ما عندها شيء. يعني أنت حتى إذا كنت طالب في الإعدادية أو في الكلية ممكن تفرغ نفسك ساعة بالليل بدل ما قاعدين إحنا عذرا يعني كليتنا ربعكم يعني على الموبايلات، تخلي يوم درس، يوم بالأسبوع درسين ثلاثة، فقه أو عقيدة أو أي كتاب آخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. حقيقة أنا ردت هذه المحاضرة المباركة أن نلتقي بجنابكم الكريم. أولا نسلم عليكم ونشوف الوجوه الطيبة، لكن ممكن نتعرف يعني. الشيخ مو محاضرة عشان مقدمة. إيه؟ راح تبدأ. ممكن نتعرف. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا صيعين، يا مرحبا، يا مرحبا، هلا بالشيخ، هلا مرحبا. أبوك انهزم من اسمك أعرفك. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا. دكتور على راسي، دكتور أستاذ عبد الرحمن عين. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا،
يا مرحبا، هلا ابو مول حبيبي، وسهلا يا مرحبا، يا اهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الخطبة، نتكلم مع أصحاب المنابر، أو باعتبار ما سيكون البعض إن شاء الله سيكونوا أصحاب منابر. الخطبة من الناحية اللغوية مشتقة من الخطب. الخطب نقول ما خطبكم، والخطب هو الأمر المهم والأمر العظيم. إذن الخطبة على هذا الاشتقاق هو الكلام في الأمر المهم، الأمر العظيم. وتقرؤون وتسمعون في الأحاديث عندما يكون هناك أمرا قالوا يقول الصحابة فقام فينا رسول الله خطيبا صلى الله عليه وسلم. إذن الخطبة الكلام في الأمر المهم والأمر العظيم، هذا في اشتقاقها من الخطب وهو الأمر العظيم. وقول أن الخطبة مشتقة من المخاطبة، والمخاطبة على وزن مفاعلة. المفاعلة هي المشاركة، تخاطبني وأخاطبك. منها المقاتلة، يتقاتل اثنان أو أكثر. وهذا بعض أهل اللغة يجعله بعيدا، يعني هذا المعنى أنه من المخاطبة، لأن المخاطبة تستلزم اثنين ثلاثة يتخاطبون، والآن هو واحد الذي يخطب. فعلى القول الأول هي من الخطب، هي أرجح عند كثير من أهل اللغة أن الخطبة مشتقة من الخطب وهو الأمر العظيم. أول عندنا في الخطبة أما بعد، كلمة أما بعد هذه شوية المقدمة. يعني أما بعد قيل أول من قالها نبي الله داود عليه السلام. أما بعد تستخدم لفصل الخطاب، لفصل المقدمة عن ما تريد أن تتحدث به. لذلك شوف الخطيب يقول، من يقول أما بعد أكو كلام آخر غير المقدمة، أو ربما يختلف عن المقدمة، يسمونه إيش؟ فصل الخطاب، فصل الكلام. لذلك قيل أن داود عليه السلام هو أول من قال أما بعد، لقوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قيل فصل الخطاب أما بعد. بعض المفسرين، بعض أهل اللغة يستبعد ذلك، يقول لا، ليس داود، لأن داود عليه السلام كان عبريا، لم يكن عربيا يتكلم العربية. وكلمة أما بعد عربية، عربية التشكيل وعربية المعنى. لذلك البعض يقول هو أول من قالها هو قس بن ساعد الأيادي خطيب العرب. وقيل أول من قالها سحبان بن زفر الوائلي صاحب البلاغة الشهير، عندما تمدح أحدا في بلاغته، أو العرب عندما يمدحون أحدا في بلاغته يقولون أبلغ من سحبان. وقيل يعرب بن قحطان وغيره، وأقوال كثيرة في قضية أما بعد. في زمن قبل الإسلام وحتى بعد الإسلام لقرون، كان كل قوم لهم خطيب، وكل عشيرة لها خطيب تتخذ خطيبا، مثل ما تتخذ شاعرا، تتخذ خطيبا يذود عنها، يدافع عن العشيرة وعن سمعتها وينشر مآثرها. فكان هذا الخطيب ذو مكانة عند هذه القبيلة. لذلك تقرأ في السير أن وفدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبهم، خطيب القوم. وعندنا في السير وفي الروايات أن قوما أتوا أبا جعفر المنصور، فقام غلام صغير خطيب، قام أن يكون خطيبهم، فقال له أبو جعفر المنصور فليقم أو ليتقدم من هو أسن منك، أكبر منك، عيب أنت صغير. هذا كان خطيبا. فقال يا أمير المؤمنين
إن الإنسان بأصغريه بقلبه ولسانه، ولو كان الأمر بالسن لكان في مجلسك من هو أسن منك أحق منك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفصح العرب وهو الموحى إليه كان يتخذ خطيبا، هو سيدنا ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الخطيب له في عند العرب له مكانة أدبية ومجتمعية بارزة متميزة، حال الشاعر، حال شيخ العشيرة. لذلك الذي يأتي إلى قوم ويريد يتكلم معهم يقول لهم أين خطيبكم؟ منو أحكي وياه؟ أين خطيبكم؟ فمكانة الخطيب في المجتمع الأدبية والاجتماعية مكانة عالية. لذلك هو يرتقي المنابر ما يرتقي غيره. جاء الإسلام فأضاف مكانة عالية أخرى للخطيب أكثر من مكانته الاجتماعية والأدبية والرمزية عند العرب، أضاف له مكانة أخرى، مكانة التبليغ، مكانة الدعوة. لذلك الخطيب عند الله وصفا وليس شخصا، وصفا هو دين. الخطيب دين. أنت تتصور تصعد على المنبر، أي اسم كريم من أسمائكم يصعد على المنبر، أنا كمصلي جمعة أنا جاي أغتسل وأتطيب وجايت أسمعك، سماعي لك أنت كشخص خطيب على المنبر، سماعي لك دين. شوف القدسية، قدسية هذا الخطيب، بل أن قربي إليك دين. يعني لو كان هناك الخطيب على المنبر وابن أخوي الجالس هنا عند الله في هذه اللحظة لأنه أقرب لهذا الرجل لهذا الموصوف، هذا أجره أكثر من الأخ الجالس على القنفة. الاقتراب منك أنت كخطيب، الاقتراب منك دين، قربة لله، أنت رمز ديني. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغي كان له أجر سنة بصيامها وقيامها. شوف مكانة الخطيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يدنو من الخطيب يصير قريب عنه ويسمعه، شوف الفضل، كان له أجر عام، سنة كاملة بصيامها وقيامها. شوف الرمزية، شوف المكانة التي أعطاها الله للخطيب، أعطاها الله للدين، لأنه داعي إلى الله. أكو ناس تذود عن عشيرتها، تذود عن أهلها، هو هذا الخطيب، وإن شاء الله تكون من هذه الوجوه الطيبة. أنت تدافع عن الله، اللي الله سبحانه وتعالى أساسا ما محتاج أحد يدافع عنه، الله بيده ملكوت، لكن تكريم وتشريف لك. قبل 4 سنوات 5 سنوات تقريبا كنا دورة علمية بتركيا، فقه المعاملات المالية المعاصرة، فجانا يحاضرنا في ساعات الدكتور محمد راتب النابلسي، احنا كنا 50 واحد تقريبا من العراق. فقال كلمة يعني تكتب بماء العيون. احنا كنا يعني الإمام خطيب والأستاذ جامعة يعني. فقال لنا الشيخ محمد راتب النابلسي الله يحفظه، قال لنا: بس قل لي أنا وياكم القاعدين احنا ندعو الله، احنا شو مسوين حتى الله يكرمنا يخلينا نتكلم باسم الله؟ يعني أنت كخطيب أنت تتكلم باسم الله، توقع بكلامك عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ محمد يقول: احنا شنو اللي
على كلامنا شنو النايرة اللي مسوينها حتى نتكلم بسم الله؟ شنو احنا الامكانية اللي عندنا والتقوى والورع اللي عندنا اللي خلانا الله سبحانه وتعالى اختارنا من بين هذا الخلق كله حتى نتكلم باسمه ونذود عنه. قال ما عندنا امكانية، لكنه اصطفاء من الله واختيار. الله اختارك لهذا الطريق خلص، فإما أن تكون على قدر هذا الاختيار أو أن تترك. لباس الخطابة، الدين، الدعوة، ثوب الله سبحانه وتعالى اختارك وألبسكه إياه. تي تنزع وتلبس غيره هاي شغلتك أنت. تي تخلع وتلبس غير ثوب كيفك. تي تمشي بهذا الثوب لازم ايش؟ تنطي حقه، تنطي حقه في نفسك وتنطي حقك في مجتمعك. أول ما يجب أن يحافظ عليه الخطيب على مكانته في المجتمع. لا يليق به أن يتصرف فيما هو مباح. احنا ما نتكلم عن الحرام، احنا نتكلم عن المباح. لا يليق به أن يتصرف في المباح ما يتصرف به غيره. مو كل مباح تقدر تسويه، لا يليق. اكو شيء حلال لكن لا يليق. إذا أنت اخترت أن تكون خطيبا لازم تترك أشياء كثيرة مباحة لتبقى هيبتك بعيون مصليك. أنت مو تنطق، مو لسانك هو اللي يدعو إلى الله فقط، حالك أيضا يجب أن يدعو إلى الله. حالك من الناس تشوفك على بهيبتك ووقارك وتقواك واتباعك لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتواضعك وتنازلك عن حقوق كثيرة لك عند الناس لأجل الله، لأجل المنبر الذي ترتقي له. الناس هي تقتدي بك بدون ما تتكلم، وأولهم أهلك. روح احكي، اقعد ويا ابنك ويا ابن أخوك ويا ابن عمك سنة سولف وياه، ما ياخذ منك شيء، ياخذ اللي تشوفه اللي تعمله قدامه بس. ما يقتنع. ليش ما يقتنع؟ لأنه جاي تتكلم وياه كلام وتتصرف تصرف آخر. ابنك أحسن ما تقول له اقرأ قرآن، الزم القرآن أنت واقرأ قدامه، بدل ما تقول له لا تغتاب والغيبة حرام، لا تغتاب أنت قدامه. وهكذا في مجتمعك. إذن يجب أن ينظر الناس إليك وأن يرتقوا بك أنت بحالك أنت، لا بمقالك فقط. اللسان ما كل شيء يقدر يسولف، لكن حالك هل يدل على أنك داعي إلى الله؟ هل الناس تقتدي بك؟ حالك. لذلك يعني ما يليق بواحد خاصة في منطقة الخطيب الذي يمارس عمله في منطقته، في محله، في قريته، عليه أن يترك كثيرا مما يشتهي، مما يريد، مما تشتهيه نفسه، مو في أكل، في المباحات. مطاير لي خطيب ولابس لي شورت وجاي يلعب طابه ويصيحنا واللي وباص، وهذا تسلل، ويجي كون الحكم ورا شويه صاعد لي على المنبر. ما يليق، وإن كانت حلالا ما يليق. مو وين ما هادين أهله عمامة شايلة تفنقة وهاد وراهم، ما يليق. متكونين الجهال وطاير وراهم، ما يليق. مو يقعدوا مجتمع يحكي على لعبة كرة القدم، عايف الدين ويلعب على كرة القدم. تابع كرة، كنا نتابع كرة القدم، كنا نتابع لعبات المنتخب كليتنا، ماكو واحد ما يتابع. بس بنفسك، بينك وبين نفسك. ما أجي في مكان حتى تحافظ على هيبتك، ما أجي في مكان أتكلم عن كرة قدم وأنا أصعب تقي منبر أو أنا إمام، ما يليق. وما يليق هذا المباح. أما إذا غير المباح في الحرام، هذه مصيبة، هذه جريمة أساسا. لمن يرتقي المنبر
أن يكون قدوة سيئة، حاشا هذه الوجوه الطيبة. لذلك هذه خطوط، أنت ارتضيت أن تكون خطيبا، أن تكون داعيا، يجب أن تلتزم بما ارتضيته. والله العظيم هاي العمامة نلبسها ضيعت حقوق إن الله أعلم بها بين الناس، حتى بين أصدقائنا وأقربائنا حقوق ما نقدر نسولف فيها ولا نطالب بها، وإذا راحت وخلها تولي عمامة ما ترهم ولا ترهم نكاونهم عليها. هاي العمامة ضريبة، مو كشخة، مو تخير مجالس. اكو ناس حاشاكم يمكن اذا تشوفه بالشارع ما تسلم عليه، تستنكف تسلم عليه، مع احترامي لكل الناس، يدوس ببطنك والله العظيم متحمله ومش خاطر العمامه المنبر اللي صاعد عليه. طريق مو يتخير المجالس، افسح المجالس اجى الشيخ فلان وجا الشيخ فلان. قبل ذلك لازم تتحمل، لازم تكون على قدر هذا المنبر الذي ترتقيه. انت تصعد على المنبر تقول للناس اتقوا الله. يقول فضيل بن عياض احرم بالحج وساكت، قالوا له لبي، هو الفضيل قال والله استحي اقول لبيك اللهم، خاف يقول لي الله لا لبيك ولا سعديك. قال استحي، خاف الله اقول له لبيك وينظر علي وعلى اعمالي يقول لي لا لبيك ولا سعديك. المنبر والامامه دين، مو كل واحد يتقدم ولا كل واحد يصعد. اللي يصعد ويريد يخربط ما يمثل المنبر، اللي يصبر هو اللي يمثل المنبر، يصبر على العوجه. قبل الزينه ما تحتاج الى صبر، هي مشي نفسها، اللي يصبر على العوجه وعلى الكلام. ولا تتصور انه الناس عندما تصعد المنبر لا تتوقع او تخلي في بالك انك راح تلتقي الثناء من الناس او تلقى الثناء من الناس، لا تتصور ببالك. 10 يحمدونك 100 يذمونك، وعليك ان تصبر، لانه هذا طريق مو مفروش بالورود، هذا طريق يوديك لله سبحانه وتعالى، يوديك للجنه. هذا لو مفروش بالورود كان هسه تلقى الخطباء واقفين سرة. لا، هذا طريق الصبر، طريق اذا ردت وجه الله مخلصا لله خطيبا لله وحده، لا يقول قال عني فلان كذا وقال عني فلان. يستوي عندك المدح والذم. إذا أردت أن تكون داعيا مخلصا، الإخلاص كما يقول الصالحون أن يستويا الذم والمدح. يقولوا لك واحد مدحك وواحد ذمك، يستويان عندك، لا هذا يزودك ولا هذا ينقصك. إذا قلبك راح زعلت على اللي ذمك وغلطت وقمت تحكي وزعلته لأنه ما رضى بخطبتك، ما رضى بكلامك على المنبر، وذاك فرحت به لأنه أثنى عليك، هذا تراجع نفسك وتراجع إيمانك. إذن يجب أن يكون خالصا لله، أن يستوي عندك المدح والذم، ثم أن يكون قلبك سليما لكافة المسلمين. عندنا خلافات ويا كثير من الناس، عندنا خلافات مع في العقيدة أو حتى في الخلافات الفرعية في السلفية وغيرها المداخلة وغيرها، عندنا خلافات ماكو مشكلة، لكن لا تخلي هذا الخلاف يصل قلبك. الخلاف يبقى خلاف علمي، لكن هذا الخلاف إذا وصل قلبك وخلاك تحقد على أخوك المسلم، حتى ولو كان مهما كان مدخلي سلفي معروف شنو مذهبه ما أعرف، هذا ما يصل القلب. من وصل القلب انتهى الموضوع، خرب دينك خرب. هذا موطن، هذا محط نظر الله تبارك وتعالى. هذا الله ينظر على قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى، هذا محط نظر الله. إذا الله نظر على قلبك ولقاه بيحقد على مسلم مشكلة. خالف أي واحد، لكن خلي الخلاف لسان، خلي الخلاف علمي.
لا تظن بنفسك أنك الصواب دوما. أي خلاف، المهم الخلاف يكون بلسان. ترى هذا من دخل إلى الخلاف انتهى دينك. خلي يكون صدرك للجميع. يسولفون على أحد المشايخ، سمعت من الشيخ فوزي نامق الله يحفظه، يقول مرة جالسين يم شيخ حمزة، فواحد حكى كلام يعني، أو مو شيخ حمزة يعني عفوا، قرأته أو سمعته من أحد، يقول اثنين مختلفين، فمن قام شتمه مثل خلافنا مع الكثير من الناس، فشتمه. فيقول هذا الشتم الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فقال له لماذا شتمته؟ قال يا رسول الله فعل كذا وكذا، هو في دين الله يعني شتمه غيرة لله. قال فقال لي أما تعلم أنه يحبني؟ أنت ما تدري هو يحبني؟ ما شفع عندك حبه لي حتى وإن كنت مختلفا معه. إذن هذا ما يدخل خلاف، هذا دين. إياك أن يدخل الغل والحقد على مسلم أبدا، سليم الصدر. النبي عليه الصلاة والسلام خرج فوجد الصحابة فقال لهم لا يقول لي أحد أن فلان قال كذا وكذا، أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذه توضع، هذه لكل الناس، فما بالك بالإمام والخطيب من باب أولى. نأتي إلى عناصر الخطبة بعد هذه المقدمة البسيطة. يعني منو يخطب؟ كلكم تخطبون أو المرشحين للخطابة يعني وبهم يخطبون. الخطبة ركن في صلاة الجماعة، في صلاة الجمعة. الشافعية اشترطوا في الخطيب أن يكون متطهرا، يعني متوضئ من الحدث الأكبر والأصغر، لفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب إلا متطهرا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل من المنبر إلى الصلاة ولم يكن يعيد الوضوء، فدل ذلك على أن الطهارة شرط صحة في الخطيب، وليست استماع الخطبة شرط صحة عند المأموم. يعني لو واحد اجى قاعد غير متوضئ وقاعد يسمع الخطبة ما عندنا وياه مشكلة أبدا، لكن إيش عندما يصلي يجب إيش أن يتوضأ. فعندما تسمع في كتب الفقه أن الطهارة شرط في الخطبة يقصدون شرط في صحة خطبة الخطيب. المأموم ما له شغله به، اكو مأموم يجي قاعد بالمسجد يريد يسمع، ورا ما اللي يقوم يصلي يروح يتوضا ويصلي. الاستماع ما له دخل بالطهارة، لكن نتكلم ايش عن الخطيب. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ومعهم الحنابل أن الخطبة لا يشترط لها الطهارة. لماذا؟ قالوا لأنه ذكر كالآذان وكالإقامة وكأي ذكر، فالذكر لا يشترط له الطهارة، ولكن تشترط له الصلاة، أو تشترط الطهارة للصلاة. يعني شيخ إذا الخطيب خطب وغير متوضأ عند الشافعي يعني طبعا هاي عند الشافعية خطبة باطلة. الخطبة، الخطيب الذي يرتقي للمنبر الناس تنظر إليه وتسمعه. الخطبة كلام مكتوب أو محفوظ للخطيب، وإلقاء، وجسد على المنبر، 3 عناصر. أما الكلام الذي يقوله للناس حسب أهل الأنماط وأهل
الدراسات العقلية يقولون الكلام نفسه يؤثر في الناس 5% فقط. الكلام نفسه يؤثر 5%، ودراسة تقول 3% فقط. الكلام الذي تتكلمه له تأثير على المأمومين 5%، قلنا في الأكثر، بدليل الآن الجناب الموجودين كل واحد يحضر له مثل خطبة بيده ورقة ويقراها، وواحد يقوم يخطبها على السريع، واخر إذا ألزم هذا القراءة الآن وقرأ لك الخطبة، شنو تأثيرها عليك؟ لا تأثير. التأثير الأكبر هو لطريقة إلقاء الخطبة وحركتك على المنبر، لغة الجسد وطريقة إيصال المعلومة ونبرة الصوت، هذه التي تؤثر. احسبها هذه 95%. أنت أساسا إذا ما تشوف الخطيب، تسمع الخطبة وما تشوف الخطيب كأنه ما سمع شيء. احنا كنا صغار كنا، وهذا يعني بالمشاهدة، يعني دليلها بالمشاهدة، كنا نقعد نروح نمشي شيخ خالد أحمد صالح الله يذكره بخير، شيخ عبد الله الجنابي، كنا نقعد برا من كثر الناس، نقوم ندحق هيك من وايد من ورا الدنقين، بس نشوفه من يخطب حتى نفتهم، هو نسمعه. بس انت اذا ما تشوف الخطيب ما تستلذ، ما يأثر فيك. اذا التأثير هو هنا، ليس بنفس الكلام. الكلام وطريقة الإلقاء. واحد واقف على المنبر صفط ايديه ويسولف، ما في فايدة، كأنما مقالي محفوظة. واحد لازم ايده هيك ويسولف، لا يفر براسه ولا يحرك ايده ولا كأنه صنم جاي، ما يفيد، ما تأثر. لغة الجسد، حركة ايدك، انفعالك بالكلام اللي تقوله بصدق، هو اللي يبين انك مؤمن بهذا الكلام او غير مؤمن. واحد قاعد مرتاح ومسولف ويسولف لك على قضايا تهز كيان الامة، وهو قاعد وعلى عبالك بارد على المنبر ولا عبالك، شنو الفائدة؟ انت نفسك ما متأثر بالكلام اللي تقوله، انا شلون اخذه من عندك في اي مجال؟ اذا وقوفك على المنبر وهيبتك على المنبر وحركتك على المنبر، الناس تدحق على ايدك، الناس تدحق على لوفة راسك، الناس تدحق حتى على عيونك. الناس ما تبغى بس تسمع، ترى وانتم مجربيها، تصعدون وتشوفون الخطباء وانتم مبين لكم، ما يحتاج. اذا ما تقف بس مصفط ايدك وكلام وجاء تلقيه، هذه ما تأثر لك. هاي 5%، الكلام هو 5%. هذا الرجل اللي جاي يصلي منا، اللي جاي عليك منك متعني ومتعب نفسه ومغتسل بهالبريد جاي بهالحار بالصيف وقاعد اخذ 5% من عندك ومشى، 95 انت ضيعتن على المنبر. لذلك يجب ان يعتنى. من مهارات الخطيب الجيد انه يحضر خطبته. التحضير لا يعتمد على رصيده، على امكانياته. ترى تخونا على المنبر تخلص الخطبة، والله أنا الجمعة أخلص، شرط تقول درجة الحديث كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، ليس بشرط، المهم تسنده. رواه الإمام أحمد في مسنده. وإذا رأيت أنه ضعيف جدا وتريد أن تبرئ ساحتك، قل وفي سنده مقال أو يستأنس به. بعض ما أعرف اللي كان موجود هنا، لكن أنا خلال عملنا بناحية الصقلاوية وبالفلوجة شفنا اكو ناس تدور وراء الامام والخطيب، وثق اذا نزلت من عينهم مره مرتين خلاص وقعت. اذا تحضير الخطبه، الحديث مع سنده، والقصه مع مصدرها، وان تحفظ الايه. لا يليق، ممكن نقطع مره مرتين في ايه، لكن ليس عن بعض. اشوف خطباء
ما يقول حديث اللي يدحق على الموبايل أو الورقة. زين أنت 7 أيام ما حفظت هذا الحديث أو آية على المنبر بآية وإلا يقرأها بالورقة. زين أنت شنو شغلك؟ 7 أيام قاعد ما حفظت لك آية، شلون تحفظ القرآن الكريم؟ فالتحضير الجيد للخطبة قبلها بأيام. شوف أنت أكو إنسان يقول لك أنا عندي ما أقدر أحضرها قبل يومين، واحد يقول لا أنا 3 أيام 4 أيام. ما أقول لك أقعد عوف شغلك وإذ حضر بالخطبة، لا خليها ساعة بالنهار ساعة بالليل قاعد على التعليل، ألزم لي قلم وألزم لي ورقة وأخطبها، أقعد بالديوانية وحدي أخطبها للناس، أخطبها للكراسي، أخطبها للقنفات، ما في مشكلة. أنت في امتحان يا إخوان. والله أنا خاف أطيل عليك وأنا مبين، والله قلت 3 ساعة بس هي هالمرة وفارق اللحية الفارجة لا تستحي من عندها. اللحية الفارجة لا تستحي. يا أخوان، كل إنسان مستور الحال في المجتمع، كل إنسان هو مستور الحال ما لم يتكلم، فإن تكلم أبان عن عقله. اقعد بالمجتمع محترم، ما حد يقول لك ولا حد يقدر يقيمك. أنا ما أريد حد يقيمني، أنا مستور حال، هذا الأفضل. من تدخل دائرة التقييم الناس تقوم تقيمك هذا زين وهذا زين، تخربطت عليك الدنيا. إذا واحد قال لك مو زين راح ينشر المرض بين الناس. الخطيب يوم كل أسبوع يعرض عقله على الناس على التقييم، مصيبة. الخطابة مصيبة. أنت أسبوعيا على المنبر تعرض عقلك على الناس، تعال قيموا عقلي، لأنه اللسان ترجمان العقل. أنت إذا كان مصلي ومستور ما حد يقول لك وين رايح، مستور حاله كلها تضرب لك تعظيم سلام. لكن الخطيب على المنبر جاء أنت بلسانك تعرض مستوى تفكيرك، مستوى عقلك، مستوى شخصيتك. فترى الخطابة بهدلة. الحسن البصري يقول شيبتنا المنابر، مو كشخة. أنت تعرض عقلك على الناس. الناس 200 300 500 ألف واحد يوم الجمعة من صلاة الجمعة العصر جاي تحكي بيك، تحكي بسوالفك، تحكي بسالفتك. فأنت جاي تعرض عقلك على الناس. لذلك أنت عندما تعرض عقلك على الناس اعرضه صح، بالتحضير الصح، بالتحضير الصح، ثم الخطبة، ثم المنبر. اللي يصعد على المنبر يجب أن يضع في باله أو قبل ذلك أن يكون واثقا بنفسه. الثقة بالنفس. من ترتبك انتهى الموضوع، راحت شرقت وغربت وانتهت الموضوع. أن تثق. ليش؟ شلون تثق بنفسك؟ مهما كان الجالسون تحتك، مهما كان الجالسون، يجب أن تثق أنك أفضل منهم في الخطابة كله. لو كان واحد أفضل منك كان هو ارتقى المنبر. قاعد يمك أبو عمامة، قاعد دكتور، قاعد أستاذ، قاعد شيخ، قاعد عالم، قاعد جواك، أنت عمرك 17 سنة وارتقيت المنبر، يجب أن تثق بنفسك على المنبر أنك أفضل في الخطابة من هؤلاء كلهم. من دحقت شفت واحد أستاذ قاعد أو دكتور قاعد أو شيخ قاعد وشفت أنه راح يقيمك هو أحسن منك، أنت انتهيت بعد عن المنبر، فقدت تركيزك، انتهى الموضوع. يجب أن تثق بنفسك. إذا ماكو ثقة بالنفس قربت. لا ترتبك. من مرتبك أنت؟ يعني من واحد قاعد أمامك، مع احترامي للمصلين، بس هو لو أفضل منك كان هو ارتقى. ليش أنت ارتقيت؟ لأنك أفضل الكل في الخطابة. أنا أتكلم عن دين وعن تقوى وعن ورع، هذا يم الله. أنا أتكلم عن القدرة في الخطابة. الله اختارك، أنت لو اختاره هو ثق. ما حد ترى يدعو الله إلا بإذن الله. ثق. أنت ما تصعد على المنبر وتقول اتقوا الله إلا أن يأذن الله لك، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لو هو أحسن منك كان هو صعد المنبر في هذه الجمعة، أقصد في الجمعة التي نتكلم عنها، مو عام. إذن يجب أن تثق بنفسك. أنت على المنبر إذا ما تثق بنفسك أنك أفضل خطابة وإمكانية من الجالسين كلهم، وأنت أحق بهذا المنبر،
من تشوف واحد أحسن منك أو راح يقيمك أو خاف يدير أخطاء، خلاص فقدت الثقة بنفسك. من ثقة فقدت تركيزك. من تفكر هذا ايش راح يقول علي وهذا ايش راح يقول على خطبتي وهذا ايش راح يقول، فقدت تركيزك، انتهى الموضوع، حتى اللي محضرها انتهن. إذا خلي ببالك وأنت تضحك على الناس أنك خيرا منهم. الثقة حتى عندما تكون إماما، حتى عندما تكون إماما، حتى مهما كان عمرك 15 سنة 16 سنة، أنت الإمام، أنت الأفضل، يجب أن هذا إيش تخليه بنفسك، لا ترتبك. أنت واثق بنفسك، قمت على الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، إذا كلهم يقولوا لك سبحان الله وأنت واثق بنفسك، إن هذه لا تأخذ كلامهم. العبرة بما في قلبك لا في قلبهم، أنت الإمام. هذه الثقة هاي تخليك تنجح. الأيادي المرتجفة لا تبني، ما تقوم صاحبها أخواني. إذن أولا التحضير، ثانيا الثقة بالنفس. عندما تتكلم براعة الاستهلال، أنت من أول ما تقول الحمد لله، أو حتى إذا قدمناها أجلناها شوية إلى ما بعد، أما بعد، إذا ما تأخذ بقلوب المصلين مالتك وتجذبهم، قلت لك في البداية ناموا. إذا تبدي خفيف، تبدي حاشاكم يعني عذرا رخو نايم، خلاص ما تحصلهم فرد نوب، خلاص لو شو يصير بعد. ابدي قوي، ابدي استهلال قوي، ابدي صوت قوي. طبعا استاذ عمر يصلي لنا وجاء نص الله هسه وكشفني كليتين يعني كشفنا، راح يقول هذا مسوي لاعب علينا يعني. فاخواني ابدي قوي، لا تبدي ضعيف في الخطبه، ابدي قوي. هي الخطبه كلها ربع ساعه بالكثير، اذا حطينا وياها الدعاء وحطينا وياها يعني المضمون، الخطبه كلها 10 دقائق، المضمون الرئيسي من عدا المقدمه وغيره. هاي ال10 دقائق اذا بديت قوي، اخذت عقل المصلي وياك، ما يلحق يرجع، ما يلحق يرجع ينام. بس اذا بديت نايم انت ما محضر، وبس تيجي تخلص وصوت ناصي وعلى الله حكايتك على قولة المصريين، خلاص ناموا من عندك، بعد ما تصحيهم الا قد قامت الصلاه، قامت الصلاه، الا قوم كبر. اي استاذ عمر. في مره انت شفت بالحج، فجابوا واحد مشايخ، رجل الله يجزاه خير، خطب. انا المره الاولى نمت بالجامع. والله احسن استاذ. الله. يعني فعلا نمت. بس لا لا شاشك، لا شاشك، لا والله يقولك شاشك. لا والله لو انت قلت لك. الله يعوضك. النقطة الأخرى أن تكون الخطب تمس الواقع. نرصدكم مشايخنا يعني. أبو عمور السلام عليكم. أبو عمور أنا بالمحاضرة بس أخلصها وأدق عليك ولا زحمة عليك. إيه يلا خير ان شاء الله. يلا هاي خير ان شاء الله. الله يسلمك ويسلم عيني. ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني. الله يجزاك بالخير يا ابو عمرو، جزاك بالخير يا ابو، الله يجزاك. احنا وين وصلنا؟ خلنا نسوي الطيران. الخطبة تمس عيني. ايه هاي مرة أنا بالصقلاوية بعودهم على الخطبة القصيرة، يعني ربع ساعة، أقل من ربع ساعة، ما زيدوا عن ربع ساعة، ما أتذكر يوم زدت عن ربع ساعة. فمرة جاء أحد المشايخ علينا، هاي قبل 3 سنوات 4 سنوات، كانت الدنيا عواصف وأمطار يعني مقلوبة الدنيا. فهذا الشيخ الله يرضى عنه، شيخ معروف طبعا، هو من طبيعته يطول الخطب، فماخذهم 3 ساعة 25 دقيقة، قام يبدو العواصف. آخر شيء ملا عثمان جواب بس قال له شيخ خلص ترى العالم انهزمت. اي والله قال له شيخ خلص ترى العالم انهزمت، مطر كان. يخلص 17 دقيقة. زين شيخ عثمان ما يشوف.
الو. لا قاسم. كمل. مشايخنا الواقع يفرض نفسه على المنبر حتى وإن كان سياسي، لا يقول لك ابعد المنابر عن القضايا السياسية. احنا نبعد المنبر عن القضايا السياسية في جانب، من أقول لهم تعالوا انتخبوا فلان ما يصير، ما لي دخل، لكن من أعالج الواقع أو أبدي نظر الشرعي في هذا الواقع في عمل معين، هذا أنا ما جاء أدخل المنبر بالسياسة، أنا أعبر عن نبضة شارع. غزة مثلا، غزة هل هي سياسة؟ ليست سياسة. غزة دين، عقيدة، قتال، حرب بين المسلمين وبين اليهود. لما أنا أجي بخطبي كلها ما أتناول غزة، خلل في عقيدتي أني، أو إني والله المصلين ما يقبلون أنا أتكلم عن غزة. أنا مو كيف المصلين، أنا اللي أتكلم عن المصلين، مو المصلين هم اللي يقودوني، أنا أقود المجتمع، أنا أوضح للمجتمع. يحدث حدث معين والعالم مغلوبة والخطيب بعيد يتكلمني عن أمور أخرى خارج ما يشغل فكر العالم، هذا فشل. مرات الخطيب ينفذ ما يريده المصلون، المصلين ما يقبلون، المصلين يضوجون من هذا الموضوع. هو أنا شنو شغلي؟ أنا شغلي كخطيب وكداعي أن أغير القناعات التي لا تتوافق مع الشرع، أغيرها إلى قناعة تتوافق مع الشرع. أما أن أستسلم أنا كخطيب لقناعات الناس، بعض الناس التي لا تتوافق مع الدعوة إلى الله، مع العقيدة، مع الدين، فأنا فاشل. حتى الانتخابات، أنا قبل الانتخاب جمعتين أنا أتكلم عن الانتخابات، بس ربما بس الجمعة الأخيرة سميت بالانتخابات، لكن تكلمت عن حاجات الناس، تكلمت عن النكران الجميل. يمكن الخطبة اللي قبل الانتخابات عن النكران الجميل، عن ناس، وحتى قلت عن المنبر بالكلام، قلت اكو ناس تجي تبوس الايادي من تحتاجك، من ما تحتاجك تخلص حاجة ما تعرفك، وورا في سنوات تجي تبوس ايادي مرة اخرى بدون حياة. هذا كله هذا مو سياسة، هذا دين. الدين يحافظ على حياة الناس، ويحافظ على ايش؟ ويحافظ على دينهم، مو بس دينهم، على حياتهم. احنا اسمنا شو يسمونا؟ المكون السني، صح؟ كلمة مكون سني دين لو ما دين؟ احنا شنو اللي فصلنا عن بقية المذاهب في العراق؟ اسمه السنة، اتباع السنة. اذا اسم المكون السني هو اسم ديني. كان سموه عشائري، كان سموه المحافظات، كان سموه الغربية، كان سموه المكون السني. كل سياسي، أنا ما أتكلم عن السياسة كثيرا، ياخذك يقول لك ابعد، هذا هو حرامي، ويقول لك لا تتكلم بالسياسة. قل له أنت باسم الدين، أنت اسم المكون السني، ديننا سنة، أنت تحكم السنة، تحكم باسم العنوان الديني. تيجي أنا ما أحكي وأنت تتصدر تاتبوك، جريمة. إذا ما تغيب القضية مو بس هاي، حتى أحداث معينة، زلزال في دولة معينة، جوع في دولة معينة، إسلامية معينة، حدث مهم يحدث، لازم الخطيب يعبر عن نظر الشرع فيه. إذا هذا إيش؟ هذا يجب أن يعبر الخطيب عنه. بس ما أقول لك تعال أنت كل السنة، حتى خطبك يجب أن تكون متوازنة. خطبة تتكلم فيها عن الواقع وعن انتقادك وجلدك للواقع، انتقادك للحالات السلبية، وخطبة أخرى خذهم على الدين، خذهم على الجنة، خذهم على النار، خذهم على التقوى، خذهم على أمور تمس العاطفة. جمعة بين جمعة وجمعة، جمعتين وجمعة. لا تتكلف فقط على موضوع هو جلد الواقع فقط. خليها. يريدني أبو ياب، السلام عليكم. شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ لا ابو ايهاب، والله عندي التزام، الله شاهد، والله العظيم عندي التزام. ابو ايهاب
والله العظيم منك أنا جاي عندي التزام يشهد الله يعني. يلا يلا ما يخالف ما يخالف، عود أخرى. أبو إيهاب والله العظيم عندي التزام يشهد الله، عندي التزام يعني. يلا والله أنا كيف بيكم ما ديها بها خطية قاعد يمنا دوخناه. لا والله العظيم أبو إيهاب عندي التزام وأشهد الله ما أقدر يعني. الله يحفظكم حبيبي أبو إيهاب حبيبي. إذن برد باردة يا معود قول يا الله والله يطلع من هدوء. ما ظل عندنا شيء. لا راح اروح، ما ظلش عندنا شيء عيني. النقطة المهمة جدا يا ابو والله انا حران شاتين الحر موجودين والله. ابو ادم انت حقك تموت من البرد لعن. النقطة الاخرى ان يعتني الخطيب بلغته، اللغة، ان يقرأ، ان يمارس اللغة، مو قراءة. ممكن واحد يقرأ 10 كتب في النحو لكن يجي ينصب الفاعل ويرفع المفعول ويرفع الحال والتمييز. الناس ترى اكو من المصلين اختصاص عربي، اختصاص نحو، فيعرف يلقط الاذن، تلقط الخطأ باللسان، ويعني ويصغر الخطيب نوعا ما يعني في نظر البعض. فمشايخنا اللغة اقرأ اللغة، الخطبة اخطبها انت واعرضها نفسك على كتب النحو، شوف وين اخطأت وعيدها مرتين ثلاثة. فيجب ان يكون هو سمي خطيبا لانه ابو البلاغة. هو ليش يتكلم دون غيره؟ لانه هو متمكن من لغته. اما يكون فرد بدون لغة يعني يتعثر في اللغة في النحو، فأمر هذا معيب جدا للخطيب حقيقة يعني. أنا ما أريد أحاول أختصر يعني، ما عندنا شيء والله. اللهم صل على سيدنا محمد. وأخيرا يجب أن يكون الخطيب قدوة في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أشوف كثير يعني في كثير من المساجد الخطيب عندما يسلم أول واحد يقوم يمشي، أو الإمام أو حتى إمام المسجد. التسبيحات بعد دبور كل صلاة ما يسويها. طيب المصلي إذا أشوفك أنت ما مسوي التسبيحات، هو شو يسوي التسبيحات؟ أشوف الخطيب ما يجي يصلي سنة البعدية، يخلص سنة ويطلع. ليش؟ يطلع الغرفة ربما يصليها بمهلة ربما، لكنه إيش في نظر الناس أنه ما صلى السنة. قد يأخذ الناس أنه إيش ما يصلي السنة، أو يدخل ما يصلي السنة القبلية مال الظهر أو مال العصر أو مال قبل المغرب على اختلاف فيها، ما يصلي السنة القبلية، يجي مباشرة قيم الصلاة. أنت قدوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنت عايفة شلون تدي الناس الالتزام بها؟ أنا قرأت قبل يومين كلام أحد الصالحين العلماء موجودين أحياء ما شاء الله، يقول لطلابه، يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 4000 حديث في السنة، 4000 سنة. شوف 4000 سنة في كل مفاصل الحياة. يقول لهم إذا شفتوني تارك 3 سنن لا تقتدون بي. إذا شفتوني تارك 3 سنن من 4000 أنا لا أصح أن أكون إماما، لا تقتدون بي. فالخطيب والإمام يجب أن يكون أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة القبلية والسنة البعدية يصليها أمام الناس حتى لا يتهم في دينه. يصلي السنة لا يصليها بالبيت، يصليها بالجامع، ويريد يصليها بالبيت يعيدها، لكن حتى لا يقول إن الخطيب ما دا يصلي السنة. شو يجينا حتى بدون سنة قبلية أو بدون سنة بعدية، ويجلس الخطيب يسبح تسبيحات دبر كل صلاة ويدعو هذا ويقوم، مو يقوم أول واحد يطلع، هو أول آخر واحد يطب الجامع وأول يطلع، ما يصير، ما يليق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأنا سعيد جدا بهالوجوه الطيبة، وأعتذر من التقصير يعني.
اللهم صل على سيدنا محمد. الله يحفظكم جميعا. درسنا القادم نرجع على الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله. يا الله يا الله عيني. اعذرونا يا شيخ من تقصير يا عيني. يلا جزاكم عيني جزاكم عيني. السلام عليكم يا عيني. السلام عليكم السلام عليكم يا عيني شيخ.